السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد الأضحى. إيه لو عندك حتة لحمة موزة صغيرة كده تعملي فيها ايه؟ تعالي اقولك هتعملي فيها ايه. هنجيب بصلتين صغيرين كده او معقولين، وهنشيل الحتة اللي هي مكان العرش دي، ونقسم البصل نصين كده، وبنقطعها جوانح صغيرة. طبعا بنقطع البصلتين بنفس الحجم وبنفس الكمية، كلها بتبقى بحجم واحد. واحنا بنقطع البصل كده هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد ما خلطنا البصلة هننزل بيها في طبق كده، وهنجيب اللحمة بتاعتنا الموزة. طبعا لو انتي واخداها موزة على بعضها من عند الجزار هتقطعيها ستيك. لو انتي هناك عند الجزار حبيتي تخليه يقطعها لك ستيك صغير كده، شرايح مش رفيعة ومش تخينة، بالحجم ده زي ما انتوا شايفين معايا اهو، سنتي ونص او 2 سنتي، مش اكتر من كده، عشان هنعملهم بطريقة مميزة جدا وهتخلص بسرعة في 10 دقايق. انت عندك وجبة بقى تعملي جنبها شوية خضار، حبة رز، حبة مكرونة، زي ما انت عايزة. وفي طاسة هنجيب معلقة سمنة بلدي كده حلوة جميلة، وننزل بيها في الطاسة نسيحها، وأول ما تسخن بننزل باللحمة حبايبي كده، نديها صدمة. هنزل بكل الكمية مرة واحدة، سواء انت جايبة بقى كيلو جايبة نص كيلو، هتجيبي بقى الطاسة او الصينية اللي هتاخد الكمية كلها مرة واحدة. وبستنى شوية كده تاخد لون معايا، مش اكتر من دقيقة طبعا. وبقلبها زي ما انتوا شايفين معايا، خدت لون تاني كده، اتغيرت وبقى لونها اتغير للون البني. بقلب طبعا كل شرايح اللحمة. وبعد ما بنقلب اللحمة كلها على الناحية التانية، شايفين حبايبي الناحية التانية طبعا زي ما اتفقنا واخدة صدمة وادتني اللون البني. بنرش عليها حبة ملح، نص معلقة فلفل اسمر، وبسيبها تاخد وقتها في الطاسة وتصفي كل المية اللي فيها. انا في المرحلة دي ما بنزلش بأي حاجة تاني دلوقتي خالص، بسيبها تاخد وقتها. واول ما بتصفي المية اللي فيها كلها انا بنزل بالبصلة بتاعتي. تمام. وما بقلبش دلوقتي خالص، ممكن تغطيها مثلا دقيقتين، ممكن ما تغطاش وتقلبي. انا بكتفي ان انا اقلبها طبعا دلوقتي لان خلاص هي اتشربت المية، كل المية اللي فيها. بنزل البصل تحت شوية وبرفع اللحمة كده لفوق. زي ما احنا شايفين مع بعض. وبهدي النار شوية واغطيها، نسيبها شوية، وكل شوية بقى كل دقيقتين 3 دقايق نشقر عليها. بعد 3 دقايق برفع الغطا. زي ما احنا شايفين البصلة دبلت ونزلت مية، بسيبها بقى ايه تزقزق مع نفسها في المية دي وتستوي على البخار. وبغطيها وبرجع لها كمان شوية. طبعا الأول بقلبها شوية، بعد ما بقلبها كده بغطيها طبعا عشان مفيش حاجة عندي تلزق في الطاسة من تحت. وقبل ما اغطيها بنزل بالتوابل بتاعتي، عندي حبهان، عندي 7 بهارات، وعندي ورق لورا. طبعا الحبهان بتاعتي لازم بنفتحها كده عشان تدي طعم لذيذ، طبعا بتعزز من طعم اللحمة. نقلب البهارات دي كويس قوي. كل اللحمة بتاعتي لازم طبعا تشرب من البهارات وتشرب من التوابل. وبغطيها واسيبها كمان لدقيقتين، بس قبل ما اغطي طبعا بزودها ربع كوباية مية، يعني حوالي 5 6 معالق مية كده مش اكتر. ولان الموزة بتاعتي كانت صغيرة جدا ما خدتش معايا اكتر من 8 دقايق بالظبط، والله يا رب ما كملت 10 دقايق. هي المفروض بقى لو اللحمة كبيرة شوية بتتزود مية مرة او مرتين. زي ما انتم شايفين معايا اللحمة دايبة جدا.
انا عايزه اقول لكم يا ريتكم كنتوا معايا بقى تشموا الريحه الجميله دي. شوفوا اللحمه دايبه دوب يا جماعه. اللحمه بتتكلم عن نفسها، والصوص طعمه خطير جدا فوق ما تتخيلوا. واللي وصل معايا لحد هنا يا جماعه ما ينسانيش بلايك وشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين، وكل عيد اضحى وانتم طيبين. عايزه اوريكم يا جماعه، شوفوا اللحمه دايبه دوب ازاي، زي ما انتم شايفين معايا. يا دوب بس الواحد بيمسكها كده دايبه في ايده دوم. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.